طيب يعني في أقل من دقيقة، ماذا بعد؟ ما هي الخطوة القادمة بالنسبة للجنة الحكام؟ شوف رأيي ولا لجنة حكماء ولا كده. أنا عندي ثلاث إحساسات. يعني الإحساس الأول أن النظام الحالي جاد في خطوات نحو ديمقراطية حقيقية. هو وضعه غير سهل لأنه في ظروف أمنية مفككة، جهاز الشرطة تفكك. أنا موقن أيضا أن هناك محاولات بالفعل خارجية لزعزعة الموقف الداخلي هنا اهو. محاولات خارجية بتستغل الموقف ده. أنا عندي قناعة بهذا وعندي معلومات أيضا. بالتالي رأيي الشخصي أن الحل الوحيد اللي هو الموجود على الأرض دلوقتي أن القيادات الشباب دولت في التحرير ليس لهم قيادة محددة حتى يستطيع الإنسان أن يتفاوض معهم. المطالبة برحيل الرئيس مرفوضة من قطاع كبير جدا من الشعب المصري. على قد ما هم طالبينها، على قد ما في ناس كتيرة جدا، وانا زي ما اقول لك انا واحد منهم، عاطفيا ادبيا مكانة عسكريا على اللي عمله للبلد، على انه مش كل عهد وكانوا كله سيئات، وما يصح الشعب عريق زي ده في بذاءات يعني مش طبيعة شعبنا. وانا ولا